يا صباح الفل وصباح النشاط. يوم جديد كده وفيديو جديد وروتين صباحي من الروتينات اللي انا كنت لسه بقولكوا ان انا بحبها وبحب اعملها، لكن للأسف ما بعرفش اعملها بسبب مودي وتقلبات نوم وكده. زي ما بينام انا بنام وبيصحى انا بصحى. فالنهاردة بقى كنت هسيب يعني البيت كده واروح لاختي اقعد معاها شوية، فكان لازم اعمل الروتين ده ولازم اصحى بدري كده علشان اخلص كل الحاجات اللي ورايا قبل ما مودي يصحى من النوم. بدأت بقى اول حاجة كده صحيت الساعة 7 الصبح، قلت لازم اصحى بدري. فتعالوا نشوف عملنا ايه في الفيديو. بس قبل اي حاجة متنسوش الاشتراك في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. اول حاجة كده عملتها بعد ما صحيت ان انا عملت فطار كده خفيف. انا الايام دي محافظة على نفسي، ويا رب دايما كده، ويا رب يبقى عندي طاقة ان انا اكمل الموضوع ده. ففطرت كده جبنة قريش بطماطم من غير زيت ومن غير اي دهون خالص، وكلتها كمان بالمعلقة. وعملت كوباية شاي بلبن كده من غير سكر، مشغلة القرآن ومولعة البخور، وايه الدنيا روقان خالص. احلى الروتينات بجد بحب اعملها، وبحس ان انا متشجعة، وبحس ان في حاجات في يومي كده كتير انا انجزتها ما بعرفش انجزها بالليل. في وقت بالليل ببقى مش عارفة هعمل الاكل ولا هروق ولا اخلي بالي من مودي ولا هلعب معاه. فبحس ان انا في حاجات كده كان نفسي اعملها وما بعرفش اعملها. النهاردة بقى عملت شوية من الحاجات دي. فالحمد لله يعني صليت كده الصلاة بتاعتي وقريت الورد بتاعي، وبرضو مشغلة القرآن جنبي، بحب قوي صوت عبد الباسط. ف يعني بيبقى فيه جو حلو كده الصبح. لو وراكي حاجة قومي يلا اعمليها ما تكسليش، ونشوف احنا كده هنعمل ايه مع بعض. قريت كده ورد بتاعي، انا كنت واقفة يعني عن صفحة معينة كده فقريتها. فالحمد لله كده بدأنا. أول حاجة أول ما بنصحى من النوم بالغسيل، بنشيل غسيل وبنحط غسيل، وبنلم غسيل من على الحبال، وبنطبق غسيل كان عايز يتطبق. فعايزة اقول لكم ان الغسيل ده ما بيخلص زي المواعين، هو حاجة كده بتتكاثر معايا، مش عارفة ليه. شلت كده غسيل كنت هنشره، ودلوقتي حطيت غسيل تاني كده. يعني هعمل دورة كده صغيرة علشان قبل ما امشي ما بحبش اخلي اي غسيل عندي. بحب اكون مخلصة كل حاجتي، بحب امشي اذا كنت رايحة لماما او لاختي. بحب اسيب البيت نظيف لاي ظروف لاي حاجة، ان انا كمان برجع بكون مرتاحة جدا، بحس ان انا مش ورايا حاجة. لكن غير لما انا بسيب البيت وانا سايبه فيه غسيل، او سايبه مثلا فيه شويه حاجه، او سايبه اوضه مش متروقه، بحس ان انا لا، انا هرجع ورايا حاجات كتير عايزه اعملها، برجع ما ببقاش مرتاحه. هنا كده نشرت الغسيل بتاعي وهندخل على المطبخ على طول. بدأت كده، كان عندي شوية مواعين من العشاء، انا كنت مخلصة كل مواعيني بالليل الحمد لله، وباقي شوية مواعين بس صغنونة كده، في حاجات شربناها كلنا حاجة. فكانت شوية مواعين خفيفة يعني الحمد لله. لكن ورايا كانت مواعين كتير جدا كنت عاملاها من بالليل على فكرة. قولولي كده انتوا اول ما بتصحوا بتحبوا تعملوا ايه الاول؟ انا بصراحة اول ما بصحى بحب ان انا زي ما قلتلكوا يا اما المواعين، يا اما ان انا اروق السرير بتاعي اول حاجة لو مودي يعني كان صاحي خلاص. بس هنا كان مودي نايم، فانا دخلت اول حاجة بقى على المطبخ على طول. ووقت غسيل المواعين ده من الاوقات اللي انا بحس ان انا بسرح فيها كتير كده، وبقعد اتخيل حاجات كتير وافتكر مواقف
يا اما بزعل يا اما بفرح، معرفش وقت المواعين ده بتجيلي افكار كتير كده في دماغي. فانا بصراحة يعني بحاول اضيع اي تفكير بان انا اقول الاذكار، ان انا اذكر ربنا كتير بقى، فعلشان اضيع اي تفكير تاني. فحاولوا ان انتوا تستغلوا وقت المواعين ده، بجد بيبقى من اكتر الاوقات اللي الواحد خلاص، انا بحس ان انا فاصلة من الدنيا بس ايديا شغالة. فحاولوا ان انتوا والله تقولوا اذكار كتير، هتحسوا ان انتوا لو جمعتوها على سبحة ولا حاجة انتوا قلتوا عدد كبير جدا من ذكر ربنا يعني. فاهو ادينا نبقى بناخد حسنات في البيت وبناخد حسنات ان احنا بنذكر ربنا يعني. العلبة دي انا كنت عاملة فيها مانجا يعني. الفيديو والله صورته لكم، بس الفيديو يعني ما كملش او مش عارفة، في حاجات اتصورت وحاجات لأ، لكن ان شاء الله هعملها لكم تاني. لان انا الايام دي مودي كان تعبان الفترة اللي فاتت ورحت كشفت له، وهو كان بياكل بصراحة حاجات كتير قوي من بره، شيبسيهات ونايتي والحاجات دي يعني، لكن الدكتور منعه منها. فانا بدأت بعمل كل حاجة في البيت، حتى الايس كريم عملته له في البيت. بجد والله طعمه انا حسيته يعني ان طعمه احلى وكمان صحي اكتر بقى. لما يطلب مني ان هو ياكله انا بقيت احس ان انا مرتاحة كده وانا بديهوله، يعني انا بديك منجاية يا حبيبي تاكلها. فانا بقيت حاسة ان انا لا تصدقوا فعلا انا مرتاحة ان انا عملتها في البيت يعني. فهو كان سهل جدا وكده وصحي اكتر للاطفال ولينا والله. ان شاء الله هعمله لكم تاني وانزله لكم يعني في القناة. هنا كده انا كنت خلصت خلاص كده كل المواعين اللي معايا وبغسل كده الرخامة. حاولت ان انا اجر يعني او احرك الصفاية دي اللي انا بصفي عليها المواعين، بس بصراحة ما قدرتش، كان عليها مواعين كتير جدا، فعملت كده من حواليها. لكن بعد ما شلت كل المواعين شلتها وغسلتها وغسلت الرخامة تحتها. والرخامة التانية دي كمان شلت كل حاجة عليها بقى، دي سهلة يعني، شلت كل حاجة عليها وغسلتها كده. ومن امبارح تقريبا او اول امبارح كده كنت بعمل اكل ومودي كان معايا، فكان مبهدلي الحتة دي اللي هي بتاعة الخزان يعني، دقيق وحاجات كده، فغسلتها كمان معايا وبس نشفتها على طول علشان الألموتال انتوا عارفين مش بيحب المية كتير يعني. بس وغسلت كده الرخامة. كنت غاسلة البوتاجاز قبلها برضو امبارح يعني، لما خلصت الاكل وغسلت المواعين والحلل والكلام ده، غسلت برضو الرخامة كده وشلت كل حاجة عليه، قصدي البوتاجاز شلت كل الحلل من عليه وغسلتها وغسلت البوتاجاز كمان. بس هبدأ ارجع كده كل الحاجات تاني مكانها. بالنسبة للحاجات بتاعتي انا عندي حاجات كتير جدا شايلاها، علشان اللي مستغرب بس او محدش يعني يستغرب من التوابل بتاعتي او كده. انا عندي طقمين توابل، والطقمين واحد ازاز وواحد اللي هو اسمه ايه صيني يعني. فمودي كان هنا كده، انا كنت عايزه اوريكم حاجه، انا كنت عامله الحمص ده من الحاجات برضو اللي انا بقيت اعملها واديها لمودي بدل الشيبسي والكاراتيه، بقول الحاجات دي تنفعه اكتر يعني. كنت بقول لكم بقى ان انا عندي طقمين يعني توابل، واحد صيني واحد ازاز. لكن بصراحة انا شايلاهم لان من ساعة ما مودي بدأ ان هو يقعد معايا ويبقى عايز يدخل معايا المطبخ ويقعد معايا في كل مكان،
فبصراحة ابتدى كده ان هو انا عارفة ان هو مش قصده، بس اي حاجة بقت قدامه ان هو بيرميها مش فاكر ان في حاجة هتحصل. فانا بصراحة انا خفت على حاجتي، فانا شلت الحاجات دي كلها. حتى الكاتل كمان، انا كان عندي كاتل ازاز، مش كان عندي، هو عندي يعني اوريدي كاتل ازاز، لكن برضو شلته. ف علشان ابقى مرتاحة. انا هنا كده كنت خلصت ورحت الجيم، محبتش اطول عليكم الفيديو. انا روقت اوضه النوم واوضه الاطفال، وهبقى اوريكم ان انا روقت اوضه النوم دي ترويقه عميقه كده، فان شاء الله هبقى اوريها لكم في فيديو. وبس كده يبقى الفيديو معانا النهارده خلص. يا رب يكون الفيديو عجبكم، متنسوش الاشتراك واللايك وكل الحاجات دي. وهنا كده انا كنت خلاص في طريق ان انا رايحه لاختي. بس كده متنسوش تدعولي دعوة حلوة، ولو وراكوا حاجة قوموا يلا اعملوها، واشتركوا في القناة من الزرار الأحمر عشان نكبر كده القناة مع بعض، ولايك وشير. وهسيبكوا بقى مع الطريق كده وانا رايحة لأختي. باي باي.